الاكسنت. طبعا كتير جدا مننا بيسمع كلمة اكسنت، بيتكلم انجلش باكسنت، different اكسنت. يعني ايه كلمة اكسنت؟ في الانجليش بريتش اكسنت وامريكان اكسنت. يعني ايه كلمة اكسنت؟ كلمة اكسنت باختصار يعني طريقة نطق الكلمة. يعني ايه؟ يعني مثلا كلمة مية، مثلا كلمة مية في البريتش انجلش اسمها ووتر، في البريتش انجلش ستاندرد اسمها ووتر، في الامريكان اسمها واتر. لو واحد انجليزي عايز يشرب ميه هيقول please I would like to drink water. please I would like to drink water. لو واحد امريكان عايز يشرب ميه يقول I want to drink water. I want to drink water. كلمة ميه في الحالتين اختلفت. I would like to drink water. I want to drink water. كلمة ميه اختلفت؟ لا، كلمة ميه ما اختلفتش. ازاي؟ اللي اختلف النطق. كلمة ميه في الحالتين water، لكن اللي اختلف في الطريقتين النطق. دي الاكسنت. يبقى الاكسنت بتبقى الكلمة واحدة لكن النطق هو اللي بيختلف. دي معنى الاكسنت، بتكون الكلمة واحدة لكن النطق اللي بيختلف. زي في الامريكان والبريتش زي ما شفنا كده كلمة ووتر، وزي برضو كلمة مثلا international. international دي بالبريتش ستاندرد. international يعني دولي او عالمي، دولي. international بالامريكان اسمها international. الفرق في الاكسنت، الفرق في طريقة النطق. دي معنى الاكسنت. وستيب باي ستيب هنشوف هو في فروقات تانية غير الاكسنت ولا لا بين البريتش والامريكان او غيرها من اللكنات في الانجليش. هنشوفها ستيب باي ستيب مع امثله عشان توضح لنا الفكره اكتر. Thank you. Good luck.